وصفة الكنافة محشية بالجبنة والقشطة من أطيب أنواع الكنافة، دايما بحب أعملها بهيدي الطريقة. وبنستخدم معاها جبنة النابلسية المحلاية، جبنة الشيخ جربوها للحلويات والمعجنات، ما في أطيب منها، ومحلاية وجاهزة وبتعطيكم النتيجة المطلوبة للحلويات. أنا عندي عجينة كنافة جاهزة ملونة، فيكم تستخدموا البيضة العادية، دوبنا زبدة أو السمنة وراح نخلطهم مع عجينة الكنافة. وعندي هون زبدة المراعي، راح ناخد منها معلقة طعام وندهن فيها الصينية اللي بدنا نعمل فيها الكنافة. بنحط كمية من السمنة بأرض الصينية، وعجينة الكنافة دوبت الزبدة وخلطتن فيها كتير كويس. لازم تمتزج عجينة الكنافة بالمواد الدهنية، وبنبدأ نوزعها بشكل متساوي بالصينية فوق السمنة، وبنكبسها بصينية تانية. حتى أنا كمان بحط عليهم تقل، بخليهم شي 10 دقايق لياخدوا شكل الصينية كتير مزبوط. شايفين كيف؟ هلا بنجهز عنا القشطة. عندي كوبين حليب على النار، حطيتهم بس بلشوا يسخنوا، ضفت عليهم ربع كوب خل. بيعملوا عنا هيدي القريشة. نطفي تحتهم، نتركهم شي 5 دقايق وبنحطهم بمصفية وبنصفيهم. بطنجرة تانية 3 أكواب من الحليب، كل كوب حليب حطيتله معلقة نشا مليانة، وبنخلطهم كتير كويس. شوية مستكة طحنتهم مع سكر وحطيتهم على الحليب والنشا وعلى النار. بنضلنا نقلب فيهم ليبدأ عنا الحليب بده يشتد. بس يشتد رح نضيف عليه هيدي القريشة اللي صفيناها كتير كويس وعملناها على الحليب والنشا والمستكة، ومنقلبهم بهيدي الطريقة. وراح نضيف عليهم علبة جيمر الكبيرة على القريشة والحليب. وراح نبدأ، أنا ما بقلبهم بالمضرب اليدوي، راح ياخد مني وقت. بمضرب الكهرباء بسرعة بتدوب عنا. بس خلطتهم كتير كويس وصاروا ناعمين. على النار، نار هادية، بنضيف عليهم معلقتين أكل ما زهر ومعلقتين أكل ما ورد، وبنقلب وبنطفي تحتها، وصارت عنا القشطة جاهزة. ما بنحط لها سكر أبدا. هلا عندي عجينة الكنافة صارت ماخذ الشكل المظبوط للصينية ومتساوية من كل الجهات. استخدمت جبنة الشيخ النابلسية المحلاية، هيدي جبنة مشمولة جاهزة للحلويات وحتى بالفطاير بستخدمها. ما شاء الله طعمتها بتشهي وبتعطيكم النتيجة المطلوبة. بتشيلوا منها حاجتكم من الكيس والباقي بتفرزوه. انا حطيتهم بمصفاية وصفيتهم كتير كويس للجبنة. وبنبدأ نوزع جبنة الشيخ، جبنة النابلسية المشمولة المحلاية، بهيدي الطريقة فوق عجينة الكنافة. فيكن تعملوها بس بالجبنة وتريحوا حالكم، أنا بحب أعملها جبنة وقشطة. فيكن تعملوها بالقشطة وتلغوا الجبنة، ففيكن تعملوها بالجبنة والقشطة. انتو على ذوقكم فيكن تعملوا حشوة الكنافة. انا بحب دايما اعملها جبنة وقشطة بهيدي الطريقة. عندي القشطة صارت هلأ دافية او باردة، خلوها تكون دافية علشان يسهل عليكم توزيعها، لانه احنا بدنا نستخدمها مباشرة. فانا ما بستناها لتبرد ابدا. وزعتها فوق الجبنة كمية متساوية، غطينا كل الجبنة. بنوزع القشطة كتير كويس على كل الميلاد بهيدي الطريقة، وما تخلوها توصل للأطراف، خلوها شوي بعيدة عن الأطراف. وهلأ بنوزع باقي عجينة الكنافة فوق القشطة والجبنة بهيدي الطريقة، بس نغطي وجه القشطة. وحطيتهم على الغاز، ما رح نعملهم بالفرن، رح نعمل صينية الكنافة على الغاز. منضلنا نقلب فيها، منضلنا نقلب بهيدي الطريقة ونحركها لتشوف القاعدة الأولى يلي تحت انفصلت عن الصينية وصارت قالب واحد. هون بتعرفوا انه الكنافة استوت. بتضلكن تلفوها بهيدي الطريقة وتقلبوها. هلأ بس تشوفوا القاعدة بلشت تنفصل عن الصينية وصارت قالب واحد من تحت، بتعرفوا انه الكنافة تحمرت كتير كويس. وبنقلبها، وكمان بحمرها شي 3 4 دقايق من الميلة التانية علشان تستوي باقي عجينة الكنافة وبطفي تحتها. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن لما قلبتها، شايفين كيف مستوية؟ حتى فيكن انتو لما تقلبوها تشوفوها اذا ما تحمرت ترجعوا بتقلبوها على الميلة الاولى وتكملوا استويها. وصلت للدرجة المطلوبة واخدت التحميرة الحلوة. وهلأ بنغطيها بالقطر، كمية القطر على ذوقكم، احنا بنحب شوي قطرة زيادة، ورشة فستق حلبة، وقدمناها. شوفوا كمان بالتقطيع، شوفوا قوام الجبنة لما تقطعوها كيف بتمط معكن. هيدا غير عن طعمها اللي كتير مميز وكتير طيب. بكل أنواع الحلويات اعتمدوا جبنة الشيخ المحلاية، جبنة مشمولة وكتير مميزة بالطعم وبالنكهة وبالقوام. بتعطيكن لأي نوع حلويات بتكون جبنة محلاية، لا بدكن تبرشوا ولا تحلوا ولا تغيروا ميتها ولا شي. جاهزة للاستخدام، حلويات أو معجنات. شوفوا كيف عم بتمط معنا. وهيدي كنافتي بالجبنة والقشطة، جربوها واعتمدوا طريقة القشطة لكل أنواع الحلويات، كتير طيبة. ما شاء الله، قطعة ورا قطعة.